السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة سهلة جدا، وهيطلع معاكي مورق وهش ومقرمش ودايب دوبان، وبحشوة جميلة جدا ومتماسكة وما بتقعش من الجلاش، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال في الشكل والطعم ومن أول مرة. وهعرفك ازاي تشكليه وازاي تسويه بطريقة مظبوطة علشان يطلع حلو وشيك كمان في التقديم. اعتمديها وسجليها ضمن حلويات رمضان، وحقيقي هتلاقيها سهلة جدا ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. وقبل ما نبدأ الطريقة انزلي بقى اعملي لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. هنسمي الله ونصلي على رسول. وأول حاجة هنبدأ نعملها في وصفتنا النهاردة هي الشربات أو السيرب اللي هنعمل بيه أو هنسقي بيه الجلاش بتاعنا. هنحضر كوبايتين من السكر وعليهم كوباية ونص من المية، عشان الشربات اللي احنا هنعمل بيه النهاردة احنا عايزينه شربات تقيل. وهننزل عليهم بعصير نص ليمونة، وهنقلب بقى الخليط ده كله كويس جدا. بس خلي بالك وانت بتقلبي ما تخليش السكر يطلع على الجوانب علشان الشربات بتاعك ما يسكرش. يا اما وهو بيغلي على النار تغطي الحلة عشان بخار المية ينزل على الجوانب، ولو في اي سكر ينزل ويدوب جواه. هنسيبه بقى يغلي لمدة 10 دقايق ونطفي عليه، وفي الآخر نضيف باكت من الفانيليا. نحضر بقى الحشوة كده مع بعض. أنا جبت هنا حوالي كوباية من السوداني وطحنتهم، بس طحنتهم على الخشن يعني كده يكون مجروش. وضفت عليهم حوالي 3 معالق من جوز الهند وقلبتهم بقى كويس. يعني الخليط اللي معايا ده عبارة عن سوداني وجوز الهند. انت بقى لو عايزة تضيفي أي إضافات تانية أو مكسرات نوع تاني دي حاجة ترجعلك، المتاح عندك واللي في إمكانياتك استخدميه. وهقلب بقى تقليبة كده كويسة لحد جوز الهند والسوداني ما يختلط كويس، وهركنه بقى على جنب واشوف الجلاش اللي انا محضراه. انا هنا كنت محضرة لفة من الجلاش حوالي نص كيلو، وبدأت أفردها زي ما احنا شايفين كده، وأرتب الورق بتاعها كويس وغطيتها بمفرش أو بفوطة نظيفة وركنتها على جنب عشان أبدأ أستعملها. وهنا حضرت معايا حوالي كوباية إلا ربع من السمن. انتي ممكن تخلطي سمنة على زيت خفيف، يعني لو نص كوباية سمن والربع اللي فاضل تحطيه زيت مفيش مشكلة طبعا. ويفضل يكون زيت نضيف عشان ميبقاش له أي ريحة غريبة جوه الجلاش اللي أنا بعمله. وهاخد ورقتين بقى من الجلاش بتاعي اللي أنا محضراه، وهاخد ورقة ورقة كده بالراحة وادهنها بالمادة الدهنية اللي أنا محضراها. لازم أملى الورقة في كل أركانها يا بنات، علشان ورق الجلاش ما يتكسرش معايا أثناء ما وأنا بشكل تشكيل الجلاش اللي ظهر معانا في أول الفيديو. وهحط الورقة التانية وبرضه هدهنها كويس جدا بالمادة الدهنية معايا في كل أجزائها، علشان زي ما قلنا ما يتكسرش معايا وأنا بشكله. وهاتني كده من بداية الجلاش حوالي 5 سنتي، وبرضه الحتة اللي أنا تنيتها دي أنا هدهنها بسيط برضه من المادة الدهنية. وهفرد عليها بقى الحشوة بتاعتي اللي هي السوداني وجوز الهند بالراحة، وما احاولش اكتر قوي عشان ما يطلعش بره القطعه بتاعتي بتاعت الجلاش بعد التقطيع. انا هنا بقى كنت محضره الاداه اللي هكشكش بيها الجلاش بتاعتي. دول كام عصايه من عصيان الشيش اللي انا بستعملهم في المطبخ، ولفتهم برول ستريتش كده عشان يطلعوا بنفس المنظر. انت لو عندك اي حاجه تانية ممكن تستخدميها، سواء كان شاليمو او سيخ طويل ممكن تستعمليه موجود عندك في المطبخ، هيقوم بالمهمه تمام. وهكشكش بقى كده بالراحه من الطرف ده ومن الطرف ده لحد ما يطلع عندي بالشكل ده. وهسحب العصاية بتاعتي بالراحة خالص كده، وهيطلع معايا بنفس الشكل. وهقطع بقى كده بالراحة. وزي ما احنا شايفين ممكن نقطع بره من قبل ما ندخله في الصينية، وممكن اقطعه في الصينية عادي على حسب ما هتقدري. انا هنا فضلت اقطعه براحتي خالص بره الصينية، وبعدين ارصه واحدة واحدة جوه الصينية بتاعتي. وكنت محضرة بقى من قبل منها صينية مدهونة كويس جدا، ما تستخسريش في دهان الصينية بالسمنة عشان ده هيأثر في التسوية بعدين. وهرص بقى القطع اللي أنا قطعتها بره الصينية واحدة واحدة كده. ولازم أخلي بين كل واحدة والتانية مسافة كده حوالي نص سنتي عشان التسوية. وهنا بقى نعمل مع بعض رول كمال. أنا هنا جبت ورقتين من الجلاش وبرضه هدهنها كويس جدا بالمادة الدهنية اللي معايا، وهنزل بالورقة التانية عليها وهدهنها برضه كويس جدا. وهنتني كده من البداية حوالي 5 سنتي. ولازم يا بنات ملحوظة بقى مهمة جدا، وانا بفرد السوداني ما نكترش قوي عشان ما يخرجش معايا وينزل جوه الصينية يتحرق. احط في المعقول عشان ما يقعش معايا جوه الصينية. وهحط العصاية بتاعتي جو فوق السوداني وهلف بالراحة قوي.
ما اضغطش جامد عشان وأنا باكشكشه ما يتقطعش منّي، وعشان كمان يبقى جوّه فيه فراغات تخلّي القطعة معايا مورقة كده ومقرمشة وتكون هشة كمان. هاسحب بقى الرول بتاعي من العصاية زي ما إحنا شايفين كده، وهاقطّع بقى بورب بنفس الطريقة دي كده. أنتِ لو عايزة تقطّعيه أصابع كده معدولة أو أطول شوية ما فيش مشكلة، دي حاجة ترجع لِك أنتِ كمان وترجع لذوقِك، بس أنا فضّلت التقطيعة دي لأنها بتكون جميلة جدًا في التقديم. خلّصنا بقى كمية الجلاش اللي معايا كلّها زي ما إحنا شايفين كده ورصيناها في الصينية، وزي ما أنتم شايفين ما بين كل قطعة والتانية مسافة كده حوالي نُص سنتي عشان التسوية توصل لكل القطع اللي معايا، وجِبت السمنة اللي فاضلة بدأت كده أدهن كل القطع اللي معايا من على الوش كده عشان تطلع عندي متحمّرة من فوق زي من تحت، ودخّلتها على فرن سابق التسخين لمدة تِلت ساعة، وفي آخر 5 دقايق شغّلت الشواية علشان يطلع الوش وسواه من فوق زي من تحت، زي ما إحنا شايفين كده طالع مقرمش كده وجميل جدًا، وهو سخن كده طالع من الفرن هانزل عليه بالشربات على طول، وهاوزّعه كويس جدًا، وهانزل عليه على كل واحدة كده بنفس الطريقة، لازم الشربات يتوزّع كويس جدًا عشان كل قطعة من الجلاش يوصلها كمية كويسة جدًا من الشربات عشان تحلّيها، شايفين ما شاء الله أنا باوزّع كويس جدًا علشان كلّه يتحلّى نفس التحلية. بعد ما انزل بالشربات كله يا بنات همسك بقى الصينية بتاعتي واميلها بقى شمال ويمين عشان اوزع كل الشربات اللي تحت في الصينية زي ما احنا شايفين ويتخلل كل قطع الجلاش بتاعتي عشان كله يبقى حلو كده ومسكر ومفيش ولا جزء من الجلاش مفيهوش اي شربات. شايفين ما شاء الله القطع طالعة جميلة جدا والحشوة جواها وما وقعتش في الصينية ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين الصينية ما فيهاش اي سوداني. وشايفين كمان التسوية ما شاء الله زي الفل من فوق زي من تحت لأن أنا سويت على درجة حرارة متوسطة وما زودتش كمان في التسوية هي تلت ساعة يا دوبك كده تمام جدا علشان ما يستويش معاكي زيادة ويتحرق منك ويمرر منك في النهاية. وبكده نبقى عملنا صينية الجلاش بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة وما فيهاش أي افتكاسات ولا أي صعوبة. اعتمديها وسجليها من ضمن حلويات رمضان اللي ممكن تعمليها في أي وقت في رمضان. هتبقى سهلة عليكِ وما فيهاش أي صعوبة، وهتعجب كمان ولادِك جدًا، ويا سلام لو عندِك عزومة هتشرّفِك جدًا، جدًا قدّام ضيوفِك. سهلة وبسيطة وهشة ومورقة وبتدوب في البُق دوبان، زي ما إحنا شايفين كده في الفيديو بالضبط. وبكده نبقى خلّصنا الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تشيّروه مع أصحابكم وحبايبكم. أتمنى كمان تنزلوا تعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال وما تنسونيش من صالح دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.